انا قلت لهم في الانترو انا كان عليا ممكن اعلق حبال النور في على الهواء، ما عنديش مانع، بس عايز اشوف ده في ماتش الترجي. لا يعني انا عايز اشوف النتيجه بس. يعني كان على حبال النور لو عايزينها ونطلع نهلل ونقول يا ابطال يا جامدين يا اللي ايدتوا، ماشي موافق، انا موافق. لكن نفسي بقى اشوف ده منعكس. اصل انت جبت لعيبه جديده وتأيدوا عادي يعني انا نفسي اشوف ده ينعكس في ماتش الترجي. هل انت شايفه هينعكس في ماتش الترجي بالايجاب؟ مين قال لك انهم هيلعبوا؟ ده لسه الشوط الثاني. يعني كل الخناقات ده امبارح، ده اول امبارح وانا بكلمه على الهوا كان هيمسك فيا، قال لي وفي ماتش الترجي وماتش الترجي ايوه محتاجهم، واقول له ايه بس هم يعني لسه جداد، يقول لي يعني هو مروان عطيه مش مؤثر مع الاهلي، هو خلق دلوقتي يقول لك مين قال لك انهم هيلعبوا؟ مين قال لك ايه رؤيه فنيه؟ انا بديك خبر يا احمد، انت بتصدمني يا احمد. لا يا احمد انت انا بديك خبر، يعني هي هم موجودين بقى، الراجل عايز يلعبهم يلعبهم، ما يلعبهمش ما يلعبهمش. انت كده بتعملني، عارف انت قال لك بعد الماتشات بينزلوا في التلج، دي اسمها ايه؟ ايوه اللي هو الفيزيوثيرابي او اللي هو يعملوا ريفريش تاني كده، او يعملوا اسمها ايه، بيسموها ايه في المصطلح العربي؟ هقول لك بالعربي اسمها ايه؟ استشفاء. الاستشفاء اكيد اتذكر الاستشفاء ده. انت لا ده احمد المخرج. هو احمد المخرج ده استشفاء، هو مشاهد ومش مخرج يعني متعايش معايا على الارباس على طول. دي حلوه يا ريس، لا دي ايوه فلا فعديها بقى خلاص يعني. لا انت عارف انت اللي هو فجاه انا قاعد في الفرن في الساونا، فاما طلعنا على الدش ما ساعه يعني كل الحدوته دي يا احمد بقالنا 20 يوم وتقول لي هو ممكن اصلا ما ياخدهمش ماتش الترجي؟ لا خدهم خلاص مسافرين. لا يعني مش ممكن ما يخشوش القايمه يعني اقصد؟ لا هيخشوا احتياطي يعني، ممكن ما يلعبوش، مش هيعتمد على حد فيهم؟ لا بنسبه كبيره، لكنه ممكن في الاخر ناصر منسي يلعب شويه بتاع والكلام ده. هو ناصر منسي اللي ابرزهم في التدريبات وفي اللعب وفي قناعات المدرب يعني، بس هم مش الاوراق الاساسيه بالنسبه له. زي ما قلت لك فيريرا من اول يوم ده دماغه، يعني انت عارف هو لو في دماغه لا يلعبهم كمان 3 4 اشهر. هو اي حد يتعور او يجي جديد لازم يلففوا اللفه اياها دي لغايه ما يلعب. يعني تلاقي يروح كل الاقسام. لا لازم عارف انت كعب داير، المشبوه بتاع كعب داير، هو كعب داير امام، فاكر الفيلم ده؟ لازم اللعيب يلف لا كعب داير. لكن هو الاجواء بس دي بوجهه نظر مقبوله لما بتبقى الفرقه جاهزه وكامله وكرنيهات. لكن لو انا عندي ازمه في المراكز صعب طبعا يعني هو فرقتي كامله وعندي احتياطيين وعندي انت اصلا ما فيش دكه في الزمالك، في دكه ما فيش دكه. ما دي مشكله. حتى المراكز الاساسيه وبعدين ناقصه، انت حتى المراكز الاساسيه عندك فيها مشكله، مش بس ده. وبعدين انت عندك الوينج الشمال فيه مشكله، عندك راس الحربه فيه مشكله، اماكنهم فيها مشكله في نص، وحتى في الدفاع عندك مشاكل طبعا. فهم في 3 مراكز. عبد الشافي في الباك ليفت ما بيقدرش يدي كل ماتش. انا متفق معاكم تماما ان ال3 لعيبه اماكنها مهمه جدا جدا بالحاج، وبرده مطالب في التدريبات. بس انا بقول لك انا معلوماتي ان هو بالنسبه له مش هيعتمد عليهم بصفه اساسيه، مش هيعتمد. هي المصيبه في الماتش ده على الاقل يعني. في الماتش ده مش هيعتمد بصفه. حتى كمان مصطفى شلبي مش مسافر، خلي بالك. ليه مش مسافر؟ ماله؟ لا خلاص مش مسافر. يعني خرجوا من القايمه؟ يعني فنيا ولا اصابه ولا ممكن فنيا قلب عليه شكله. لا يعني هو يعني ايا كان اهو مش مسافر، فهو المفروض بقى بالحاج يلعب، مش عارف مين يلعب. طب ليه بترقصني؟ انا برقصك ليه؟ مش مسافر وهعديها يعني كانه بيقول لي مثلا كنا قاعدين جنب الاتوبيس. لا يعني بقول لك هو فرصه. مصطفى شلبي ماتش الترجي مش هيسافر. ليه؟ ما هو مصطفى هو على اعتبار الزمالك عنده 40 وينج. لا هو مصطفى من ساعه ما العقد اتسرب وهو نفسيا مش مظبوط. حتى تلاقي كان في اجتماع امبارح قال لك مصطفى شلبي مش موجود، مع عدى عيان عنده او الكلام ده. هو ما اتمرنش امبارح؟ لا ما هو من ساعه القصه دي هو لا مش يعني هو من ساعه القصه لا مش مركز خالص يا راجل. مش نهائي يعني غاب عن تمرين امبارح يعني هو النهارده برضو مش يعني مش موجود. لا موجود بس خلاص مش في موال تاني. ايه اللعيبه دي؟ فهو احسن ايه المشكله لما الجيل ده يا جماعه؟ طبعا دلع. لا الجيل ده بجد ايه الجيل ده؟ هو اللي دلع وفلوس زي دي وما دلعش يبقى حرام عليه يا جماعه. انا كنت ده لغايه الجيل بتاع بس الجهاز اللي مش مسافر مش هو اللي عايز يسافر، مش هيسافر. لا ما انت لو مش مركز ايوه بالظبط لازم تقعد. انا مش قصه عدد، انا ما باخدش عدد يعني. يعني لو انت مش ماتش الترجي ماتش سهل. تركيز اللاعب المحترف ده مسؤوليه على اللاعب. هو انا يعني ايه اسيب اللاعب الترجي في رادس وانا نقطه انا مقريف مش مسافر يعني ايه؟ ده ماتش حاسم للزمالك، ده ماتش مش قصه كمان مقريف ومش مسافر، ده بيقول لك مش مركز في التمرين. الجهاز اللي مش هيسفره مش هو اللي مسافر، مش هو اللي عايز. ايوه عشان هو مش مركز. مش مركز فممكن يعدي حتى الزمايل. لا ده هو ماتش مصيري للنادي وماتش مصيري للجهاز وماتش مصيري للعيبه للجيل ده لكل حاجه طبعا. لكل حاجه طبعا. يعني وفي رادس واول ماتشين كمان خسران ومتعادل. الزمالك ما كسبش خرج من البطوله.
خرج من البطوله، فانت بتلعب لا فلازم الناس كلها تبقى مركزه مليار في المية، وعايز لعيبه وعايز رجاله وعايز يا راجل ده يا راجل ايه اللعيبه دي؟ انا مش عارف. ده انا يا راجل ده كانت ده انا فاكر ده كان طارق حامد انا والله العظيم انا فاكر طارق حامد لغايه كام سنه فاتوا يعني لا كان بيلعب والشورت كله دم. لا طارق حامد الشورت فاكر. لا وكان انا فاكر له ماتش والله الشورت كله دم. لا. يعني يا اما ما اعرفش كان الدم ده بينزل من مش فاكر اتخبط ولا كان. طارق حامد وكمل عادي، كمل الماتش وكان بيموت في الماتش. وحتى في عز القصه وعقده لما طلع في فيديو مع رئيس النادي وقال له مش عارف كان بيلعب وكان بيأدي وكان بيعمل اللي يعني ما بتكلمش عن من 100 جيل، انا بتكلم الجيل اللي فات ده. انت عارف مستر طارق حامد زي ما الدكتور بيقول ان هو فاصل بين دي ودي. انا دلوقتي لا يا احمد ما انا هقول لحضرتك، لا ما انا هوصف لك طارق حامد بس. انا بص محترف كما ينبغي ان يكون، بس اديني حقي وده حقه. وغير يا احمد لا ما انا بقول لك اديني حقي بس في التمرين، حتى بيجدد مركز في التمرين والبرايفت بتاعه والالتزام. بس في جزء برضو اسمه حب المكان، لا ده روح المكان، طبعا روح قلب المكان، يعني في اللي هو بنزل اموت نفسي عشان خاطر نادي الزمالك. المفروض اللعيبه كده. ما هو مشكله الزمالك انت ما عندكش طارق حامد، ما عوضتش طارق حامد، ما عوضتش بن شرقي، ما عوضتش محمود علاء اللي مش عاجبهم. ما انا بقول لك خبرات، ما هي دي خبرات. بس انا ليا راي في محمود علاء يعني هو كان لازم يطلع السنه لازم، وانا قلت له